السلام عليكم ومرحبا بكم معنا. نتمنى كامل تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال، ويلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. إذا كما كنتم تشاهدوا اليوم جبت لكم أسهل وألذ يعني حلوى باردة أو تحلية باردة اللي هي فلون المقاهي. يعني من أسهل الحلويات الباردة اللي تقدروا يعني تحضروها، ما تديش كامل منكم الوقت، وتجي يعني بنينة وتجي خفيفة يعني، وكل واحد يعني يحضرها بطريقته. المهم ندخلوا نشوفوا لا فيديو للنهاية، نتعرفوا على المقادير ونتعرفوا على طريقة تحضير هذه التحلية أو هذه الحلوى الباردة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا هادو هما مقادير هذا التحلية. إذا دائما نبدو بطبقة البسكوي. هنا حطيت رشة ملح في الريسيبيون، وعندي هنايا زوج بيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما ديروهمش باردين. إذا هنا راني حطيت زوج بيضات، نحركهم شوية كما العادة. قبل ما نضيف السكر أنا دايما نخلط البيض باش يفتح معنا هذاك الصفار والبياض. عندي هنايا نص كاس تاع السكر، الكاس هذا المعروف. نحط عليه أيضا لافاني. هنايا لافاني يعني على خاطر البيض يعني نضيفو هذا لافاني يعني باش ما تجيناش الريحة تاع البيض، لأنه حنا هنايا هذا البسكوي غادي نحضروه بذوق الشوكولا. إذا لافاني حطيناها على جال البيض أو ريحة البيض. إذا نخلط مليح هذا السكر والبيض. إذا وهنا عندي نص كاس تاع زيت، ودائما كي نضيفو الزيت يعني كما تعودنا لازم نخلطو مليح الخليط تاعنا باش الزيت هذاك يندمج مع المكونات الأخرى ويذوب معنا السكر مليح مليح. إذا في هذه المرحلة لازم نخدمو الخليط تاعنا يعني بطريقة مليحة. راك تشوفوا هنا ما باش نقطع معكم يعني المرحلة تاع الزيت يعني باش تشوفوا باللي راني خلطت مليح الخليط. إذا قلنا حنا هاد الطبقة تاع البسكوي راح نخدموها بذوق الشوكولا. هنا عندي ليكستري تاع الشوكولا. يعني راه ينباع عند يعني محلات لوازم الحلويات، تلقوا يعني يعني هذا العطر تاع الشوكولا يعني بلا دوز. إذا ندخلوه مليح مع الخليط. وهنا عندي نص كاس تاع حليب. راك تشوفوا يعني المقادير تاع السكر والزيت والحليب يعني تقريبا نفس المقادير. إذا ندخلوا هذاك الحليب مليح، ونجي الآن يعني لمرحلة الفرينة. الفرينة هنا تديكم حوالي كاس وربع أو كاس وزوج مغارف. إذا هذا الكاس الأول تاع الفرينة. نحط عليه هنايا بالنسبة للخميرة الكيميائية، هنا عندي مغرف تاع القهوة. أنا البسكويت تاعي هنايا مانيش حاب يعني باش يجيني طالع بزاف، يعني هذا النوع تاع التحلية لازم الفلون أو طبقة الكريمة هي اللي تجي يعني كبيرة أو عالية على طبقة البسكويت. إذا هنا قلت عندي ملعقة صغيرة تاع القهوة تاع خميرة الحلويات، نزيد هنايا شوية على راس المغرف. إذا حنا هنايا منحبوش يعني باش تجينا الطبقة تاع البسكوي عالية. نفوت الفرينة تاعي طبعا في الباسوار بهذه الطريقة. وعندي هنايا ملعقة تاع كاكاو، يعني ماذا بكم يكون يعني اللون تاعه يعني فونسي باش يعطينا اللون للبسكويت تاعنا. أكيد نفوتو الكاكاو تاعنا في الباسوار يعني باش تتحل هذوك الكرات اللي يجو فيه.
إذا ونحاول باش ندخل الفارينة والكاكاو مع السوائل. يعني هذا كيك عادي فقط، ما بغيناش باش يجينا عالي بزاف. إذا هنا راه خاص شوية تاع الفارينة، هنا غادي ندير نص كاس، لكن ما راحش نضيفه كامل، راك نشوفو شحال نضيف يعني وشحال يبقى لنا. إذا هنا حطيت حوالي 2 مغارف، وطبعا هنا نتوما ممكن تحطوا يعني غير ملعقة واحدة، يعني على حسب الفارينة ودرجة الامتصاص تاع السوائل. إذا هنا أنا ما راحش نزيد، شوفوا هذاك نص الكاس يعني شحال بقالي منه، بقالي حوالي ملعقة. إذا هنا ديت لي كاس و2 مغارف تقريبا، وتبقى حسب نوعية الفارينة. هنا عندي هذا البلاطو اللي راح نطيب فيه البسكوي، يعني البيركس تاع الزداج الكبير هذا ماشي الصغير، دهنته بالمارغرين، رشيته بالفارينة. دايما قبل ما نحط البسكوي تاعنا يطيب دايما نخلطوه من التحت للفوق، يعني باش نتأكدوا باللي ما عندناش الفارينة في القاع تاع الريسيبيون. وكي نجو يعني نفرغوا الخليط تاعنا، نطلعوا داك الريسيبيون الفوق للأعلى، يعني باش تتوزع لنا هذاك الخليط ولا ديك العجينة تتوزع لنا على كامل البلاطو. إذا نفرغ كامل الكمية تاع العجين اللي عندي ونسويها هكذا بلا سباتيل، نسولها السطح تاعها مليح. إذا ونحركو هذاك الخليط يعني باش يدينا كامل المستوى تاع البلاطو، ونخبطو شوية يعني باش يخرج لنا هذوك الفقاعات تاع الهواء اللي راهم في العجينة. والفرن راه مشعل على 180 درجة. طبعا هنا الطبقة تاع البسكوي ما راهيش عالية بزاف، يعني ما راحش يدينا الوقت بزاف، حوالي 10 دقائق يعني حتى تنشف معنا العجينة. إذا هنا هاي طبقة البسكوي راهي طابت ونشفت بالفوق، خلوها تبرد مليح مليح ونكملوا الوصفة تاعنا. نمروا الآن لتحضير الكريمة أو الفلون. إذا هنا في ريسيبيون هنا عندي لتر تاع حليب، وعندي هنايا كاس تاع ماء، تقدروا ديروا حتى ل2 كيسان. إذا هنا عندي لتر تاع حليب وعندي كاس تاع ماء. أنا ما راحش نحط الحليب دروك، غادي نحط الماء. وهنا عندي 2 مغارف تاع المايزينا، يعني أنا كيلت بهذا المغرف، مغرفة كبيرة يعني تاع الماكلة. عندنا 2 مغارف تاع المايزينا، ما تكثروش يعني باش الكريمة تاعنا تجينا كريمية ما تجيناش قاصحة. عندي هنا ملعقة أيضا كبيرة تاع الفارينة. الفارينة هذه هي اللي راح تعطينا يعني قوام تاع الكريمة، يعني قوام كريمي ما يجيناش يابس، ما ديروش يعني المايزينا وحدها. هنا عندي 7 مغارف تاع الفلون بذوق الموز، نتوما الذوق اللي تفضلوه. عندي 7 مغارف، تقدروا تزيدوا يعني 2 مغارف تاع السكر. أنا علاش حطيت 7 مغارف؟ على خاطرش راني حاط هذاك الكاس تاع الماء، في الحقيقة يعني 5 مغارف تكفي، لكن 2 مغارف أنا ضفتهم على جال يعني ذاك الكاس تاع الماء، يعني وأيضا يعني باش ما تجيناش يعني الكريمة تاعنا حلوة بزاف. إذا بعد ما حلينا هذوك المكونات المايزينا والفارينة والفلون، نجي الآن نحط الحليب، لتر تاع حليب. إذا نحركها شوية ونحطها طبعا فوق النار، النار تكون متوسطة والتحريك يعني مستمر، يعني ما نتوقفوش على التحريك حتى يعني تتقال معنا الكريمة تاعنا. إذا وهنا عندي لاباطارون تاع الموز، يعني من بعد اللي طيب معنا الكريمة نضيفوها في الأخير. إذا هاي الكريمة تاعنا حاضرة، شوفوا القوام تاعها يعني ما تخلوهاش يعني يعني تطيب بزاف. الآن نضيف لها هذاك الباطارون تاع الموز ونخلط مليح. إذا بهذه الطريقة، ونجيب الطبقة تاع البسكويت تاعي
نشوفوا هنايا راني ثقبتها يعني بالكيردون يعني باش تتشرب لنا السوائل من هاد الكريمة. وهنا عندي الصفاية، إذا هنا راه غادي يعني نفرغ الكريمة في الصفاية يعني باش تكتلات ولا يعني تنزل للناس في الكريمة تاعنا، ونتحصلوا على كريمة يعني تكون رطبة. إذا هنا راني فوت الكريمة في الصفاية. إذا ونخلي الكريمة تاعي تدفى معنا شوية يعني، ومن بعد ندخلوها للثلاجة باش تبرد، ونكملوا التزيين تاع التحلية تاعنا أو الحلوى الباردة تاعنا. إذا هنا بعد ما بردت معنا مليح هذيك الكريمة، نجي الآن باش نديرو لها التزيين الأخير ولا الطبقة الأخيرة. أنا هنا عندي زوج تاع ليبو تاع الدانات شوكولا. إذا وأنا هنا غادي يعني نستعمل غير علبة واحدة يعني كفاتني، على خاطرش هادو ليبو شوية كبار. إذا نفتحه نفرغه هنا في طبسي. إذا ونحركوه مليح، لازم نحلوه مليح باش يساعدنا يعني باش يتوزع لنا فوق الطبقة تاع الكريمة. إذا نحط الطبقة تاع الكريم ديسير هذه تاع الدانات بهذه الطريقة، ونوزعوها مليح على كامل السطح تاع الكريمة تاعنا. بغيتو ديرو الديكوجيل بذوق الكراميل أيضا فاني يعني يجي مليح. ومن الأحسن أن تستعملوا هذا الكريم ديسير، لأنه إلا كان بغيتو تستعملوا هذا التحلية كمشروع للمقاهي تقدروا ديروا الديكوجيل. وهنا عندي شوية تاع لانواط كوكو يعني راني حطيتها من الفوق يعني كتزيين بسيط. تقدروا تحطوا أيضا الكاوكاو مرحي ومحمص يعني بقشوره. ندخلوها للثلاجة تبرد شوية، ونجو يعني نقطعوها ونشوفوها في طبق التقديم. نجو الآن يعني بعد ما بردت مليح هذه التحلية أو هذه الحلوى الباردة. أنا علاش نسميها الحلوى الباردة؟ صدقوني أنا هذه نشرب بها القهوة، يعني نتناولها كتحلية باردة في نفس الوقت يعني نتناولها مع شرب القهوة، يعني تجي بزاف يعني شابة. إذا نقطعوا التحلية تاعنا بهذه الطريقة. إذا نديم هنايا معكم قطعة باش نشوفوها يعني كيفاش تجي، نشوفو ذوك الطبقات يعني تاع البسكوي وتاع الكريمة وطبقة التزيين. دايما القطعة الأولى تجي شوية صعيبة باش نحوها، لكن راهي تنحت يعني بكل سهولة. قربها لكم هنايا تشوفوها، شوفوا يعني ما شاء الله تحلية يعني ما شاء الله، أو حلوى باردة ما شاء الله. نحطها هنايا أنا في الطبسي. إذا نقربها لكم هنايا في الطبسي باش تشوفوها، يعني شوفوا ديك الكريمة كيفاش جات يعني ما شاء الله، جات خفيفة ما جاتش قاصحة يعني وشادة روحها. شوفوا يعني القوام تاعها. إذا نقطع معكم هنا قطعة، شوفوا يعني تقطع بكل سهولة. صدقوني راهي حلوى يعني ما شاء الله، أو تحلية ما شاء الله. أكيد راح نذوق. إذا واش راح نقول لكم يعني نتمنى يعني تجربوا هذه الوصفة بطريقتي هذه، ديروها تستمتعوا بها في هذه السخانة لوليداتكم أيضا،